على شواطئ محافظة الإسكندرية نشأت فاطمة رشدي اللي اتولدت سنة 1908. عاشت الطفولة كلها بهجة وانطلاق. كانت كما يقولون دلوعة العيلة. الكل بيتسابق لرسم ابتسامة على وجهها وتدليلها. كان من الطبيعي إنها تتعلق الطفلة المشاكسة بالفن، حيث تفتح وعيها على أسرة تحترم التمثيل والغناء. كما كان شقيقتها سعاد وأنصاف كانتا أعضاء فرقة أمين عطلة. بدأت فاطمة رشدي مسيرتها الفنية وعندها 9 سنين، عندما ذهبت لزيارة شقيقتها أنصاف في المسرح، ورآها المبدع المسرحي أمين عطلة ورشحها لدور صغير، ونجحت الطفلة في كسب ود الجمهور ورفع التصفيق وصيحات الإعجاب من سقف طموحها. فقررت أن تكون نجمة استثنائية في مجال لا يستوعب إلا أصحاب الموهبة. بمرور الأيام التقت رجالا اقتنعوا بموهبتها وقرروا دعمها، مثل المطرب سيد درويش اللي ضمها لفرقته سنة 1921. وبعدها التقت بالمبدع عزيز عيد اللي علمها القراءة والكتابة وقواعد التمثيل. وبدأت نجمة المسرح الطريق بأدوار ثانوية، وشيئا فشيء باتت تتصارع عليها الفرق المسرحية الكبيرة زي فرقة رمسيس وفرقة يوسف وهبي وفرقة روزا اليوسف. وعندما أرادت فاطمة رشدي تقديم فن خاص بها ويعبر عن قناعاتها، قررت تكوين فرقة باسمها. وكان تحدي كبير في الوقت ده، لا سيما في ظل وجود فرق شهيرة ولها جمهورها زي فرقة نجيب الريحاني، وقدرت إنها تتقدم طابور الموهوبين بفرقتها. سافرت الفرقة للعرض ببيروت وبغداد وعدد من الدول العربية. لم يهدأ حماس فاطمة رشدي عند هذا الحد، حيث تعلمت التأليف والإخراج، الأمر اللي دفع نقاد الحركة الفنية في الوقت ده لمنحها برنار الشرق. كما ساهمت في اكتشاف مواهب فنية زي محمد فوزي ومحمود المليجي. وفي سنة 1929 قدمت أول أعمالها على شاشة السينما، هو فيلم فاجعة فوق الهرم. ولم تحقق هذه التجربة النجاح المتوقع، ولم يصب اليأس قلب الفنانة المصرية. راحت تبحث عن نصوص جيدة تؤهلها للنجاح، وبالفعل قدمت عبر شاشة السينما ما يقرب من 15 فيلم، أبرزها العزيمة والهارب والطريق المستقيم والريف الحزين والطائشة وغرام الشيوخ ومدينة الغجر. على الرغم من النجاح اللافت للنظر على شاشة السينما، بيعتبرها كتير رائدة للحركة المسرحية في مصر، وده بسبب إسهامتها الكبيرة في المسرح وإنتاجها الفني الغزير اللي بلغ 200 عرض مسرحي. اتجوزت الفنانة فاطمة رشدي 5 مرات، الأولى من عزيز عيد والتانية من المخرج كمال سليم، وبعدها اتجوزت من المخرج محمد عبد الجواد. أما بقى الزيجة الرابعة فكانت من رجل أعمال وانفصلت عنه بعد شهور قليلة لتتزوج سنة 1951 من ضابط شرطة. حققت فاطمة رشدي شهرة واسعة وكرمتها الدولة المصرية بإطلاق اسمها على أحد أهم شوارع محافظة الجيزة. لكن الشهرة والتوهج لم يضمن نهاية لائقة لهذه الفنانة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. بدأت الستينات واختفت فاطمة رشدي من الساحة الفنية، وغابت أخبارها عن الصحف لتعود بعد سنوات بأخبار حزينة تؤكد إنها تعيش حياة بائسة في غرفة متواضعة ولا تستطيع تدبير نفقات علاجها. وبدافع إنساني تحرك الفنان الراحل فريد شوقي، زارها في حجرتها المتواضعة ووفر لها مأوى يليق بها وقرار علاج على نفقة الدولة. ولم تكشف للراحل فريد شوقي سر التحول في حياتها وكيف فقدت ثروتها، ثم رحلت عن الدنيا في 23 يناير سنة 1996 حاملة سرها. الله يرحمها ويتقبلها عنده.